من خلال السنوات الماضية. رضوان جيد حكم مغربي لأحداث هذه المواجهة، الرجل الحاضر من خلال هذا اليوم. وضربة البداية الأولى نادي الهلال من خلالها، وتترقب هذا المشهد هذا الموقف. هي أملها الكبير بأن نادي الهلال وإدارة نادي الهلال بأسماء وبلاعبين وبجلب محترفين يعتبروا أسماء مميزة وأسماء على أعلى مستوى قادرة على صناعة الفارق. التسديدة اللعبة الماضية، الله على كرة يا أبا عقلة في الكرة الماضية. اللعبة الأولى، الضربة الأولى، التسديد الأول، التهديد الأول يكون من هلال أم درمان. شوف الضربة اللي كانت حاضرة من خارج القارة الأفريقية من أم درمان إلى كل أنحاء أفريقيا، قد يصل إلى الكاميرون، قد يصل إلى الكاميرون. محاولة تسديدة، لعبة مرة أخرى مكابي في كرة ثانية. 10 دقائق برافو الهلال، 10 دقائق برافو الهلال، 10 دقائق أكثر صحوة الهلال. 10 دقائق من خلال ال10 دقائق الأولى، وال10 دقائق عزيزي المتابع لطالما معروفة ب10 دقائق جس النبض ومعرفة مدى القوة والشخصية. الهلال عنده القوة، والهلال عنده الكاريزما، والهلال عنده الشخصية. حان وقت الوصول للهدف الأول يا مكابي. يحاول مكابي، عدى مكابي، سدد مكابي. واحدة من الحلول في عالم كرة القدم، أي نعم واحدة من الحلول في عالم كرة القدم، المهارة والتسديد من خارج المنطقة. واحدة من الحلول التي قد تغلب في أي ثانية، والتي قد تظهر بنادي الهلال. مع البرنس هيثم مصطفى بأن آخر مواجهة كانت على أرضية هذا الملعب هي انتهت للهلال. يومها سجل البرنس هيثم مصطفى في تلك المباراة الموجودة في استديوهات وقنوات بين سبورتس، كان انتصار لنادي الهلال. أي نعم يعني تعتبر آخر مواجهة في هذا الملعب انتصار للهلال، وآخر مواجهة إن كانت في الكاميرون أيضا انتصار للهلال. هذه تسديدة محمد عبد الرحمن في اللقطة الماضية، لكن بعيدة الكبيرة التي كانت حاضرة مع هذا النادي، مع نادي الهلال. إذا تحب تذكر أسماء الهلال وأساطيرهم على مستوى السنوات الماضية والسنوات السابقة، فهي قائمة تطول وتطول وتطول من لاعبين مميزين. لكن محمد عبد الرحمن ركلة جزاء، خطأ في مكان خطير، خطأ في مكان خطير. يحتسب حكم المباراة رضوان لصالح نادي الهلال. الهلال في هذه الكرة وفي هذه الضربة من ضربة حرة قد تعلن عن هدف أول. اسألوا مكابي من هذا المكان، اسألوا مكابي وجاوب عليكم. اسألوا النادي الأهلي المصري واسألوا نادي القطن الكاميروني من خلال مباراة الذهاب عن كرات مكابي وعن لعبات مكابي وعن تسديدات مكابي جادين وعن مرمى القطن الكاميروني. يور منصور، بشير تنجا، وليد طاشين من الاسماء اللي كانت حاضره امام النادي الاهلي. النقر، سبيد دودو، صديق منزل، والد الدين رحمه الله عليه، جكسا، عديد من الاسماء التي كانت حاضره مع هذا النادي. لكن محاوله عدت بسلام. الحذر يا شباب، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب في هذه الكره التي كانت حاضره. عدت بسلام كره واسو في اللقطه الماضيه، لعبه واسو ومحاوله واسو. هذه الكره الهلال الذي يعتبر عزيز المتابع واجه الأندية الكاميرونية في 7 مرات، فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في 6. البداية التي كانت في قصة المنافسة مع الأندية الكاميرونية لنادي الهلال، لكن بعد هذه المحاولة لليبو مكابي كرة. يا الله يا الله، الله على كرة ليبو، الله على كرة مكابي. صاروخية كانت من مكابي في اللقطة الماضية. شوف اللعبة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، تسديدة قوية عدت راحت إلى 2012. نادي القطن الكاميروني أيضا يواجه نادي الهلال من خلال هذا اليوم. لم يسبق لنادي القطن الكاميروني بأن واجه نادي المريخ. كرة مرة أخرى واجهها لشندي، واجه نادي الهلال. كرة ملعوبة عرضية خطيرة اللعبة الماضية. مكابي لاليبو يضيع الكرة الماضية، تعود وتتحول إلى ضربة مرمى. الهلال يستمر في إضاعة الفرص، الهلال يستمر في إضاعة المحاولات، الهلال يستمر في إضاعة الكرات أمام مرمى الحارس جادي. أحمد في وسط الملعب، بوجبا، والد الدين خضر باتجاه ايمورا ابراهيم، تقدم الامام، موجود ديفيد من الناحيه اليسرى، نقله باتجاه ديفيد يبحث عن عرضيه، لكن ابراهيم هو على دور العرضيه، ومن ثم جادين حارس المرمى يخرج لدور التصدي. كره تصل لعناصر نادي القطن. نادي الهلال اللي اي نعم يفقد الكره، لكن بسرعه استعادتها ابو 20 يا
الرؤية موجودة بأن هنالك خطأ لنادي القطن الكاميروني، خطأ لحارس المرمى علي أبو عشرين في اللقطة الماضية، والذي يتحصل على البطاقة الصفراء. خروج كان خاطئ لعلي أبو عشرين في اللقطة الماضية. علي أبو عشرين ممكن تأخذها بالرأس في هذه الكرة، ممكن تأخذها بالصدر في هذه اللقطة. علي أبو عشرين ال 45 دقيقة الأولى حتى الآن تضع محاولات ناجحة أمام مرمى القطن الكاميروني، لكن لا تترجم بهدف. هي تحتاج لتركيز في الخط الخلفي في هذه الأثناء. أبعدت عن المهاجم المساند للدفاعات في هذه الأثناء. مكابي راحت مرة أخرى بتدخل حاضر في هذه الكرة، وصابرت حكم المباراة المغربي رضوان تنفيذ لهذه الكرة بشكل سريع. لامين في محاولة، لامين باتجاه عبد الرحمن. الله 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 على الهلال. هلال أم درمان يظهر في أفريقيا، هلال أم درمان يظهر في أفريقيا من خلال هذا اليوم. نعم، الفرص الضائعة، الكرات الضائعة في هذه الأثناء تترجم لهدف الأول، تترجم بالهدف الأول. الهلال يسجل، الهلال يتقدم. هلال أم درمان يظهر في هذا اليوم، هلال أم درمان يظهر نوره في كل أفريقيا. ديفيد استطاع بأن يتقدم، وديفيد استطاع بأن يسجل. محمد عبد الرحمن يا ولد على التمريرة، ويا عالي على الانهاء في اللقطة الماضية. قام الهلال تب ونفض الريش، قام الهلال تب نقلة إلى الأمام، أبعدها عثماني ديوف، وصفرت حكم المباراة تحضر في هذه الأثناء. أيها السيدات، تشكيلة نادي القطن الكاميروني ما بين الجانب المقابل السيد فلورنت لم يجري أي تبديل في أرضية الملعب. مرة أخرى أبو عاقلة في إبعاد الكرة. ممتاز أبو عاقلة، ممتاز أبو عاقلة. عبد الله الحاضر في هذه المواجهة. الله 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 على الكرة الماضية، وحارس المرمى بخروج وبتصدي وصفرة حكم المباراة إيقاف اللعب لاطمئنان على سلامة الحارس الحاضر في هذا اليوم، الحارس جادين صاحب 23 عام، من الحراس الشباب اللي سبق وان حقق بطولة الدوري الكاميروني مع هذا النادي وكاس السوبر، ايضا مع نادي مبدة، وكان حاضر مع المنتخب السوداني، منتخب الصقور الجديان الذي يقدم حضور جيد مع ابو عقلة. كرة خطيرة في اللعبة الماضية، ومن ثم ديوف ابعدها ديوف عثماني الى خارج ارضية الملعب الى ركلة ركنية. كرة إلى ركلة ركنية لعناصر نادي القطن الكاميروني في هذه المحاولة. هذه النقلة إلى الأمام كانت موجودة الراسية، وبعد ذلك ديوف على إبعاد الكرة الماضية عثماني. كرة مرة أخرى القائم الأول لليبو مكابي، يعود لمساندة الدفاعات. إبعاد الكرة في القائم الأول مرة أخرى تعود لعناصر نادي القطن. الكرة الراسية ما زالت مستمرة. أبو عشرين يتصدى للعبة الماضية. أبو عشرين ممتاز، أبو عشرين في إبعاد الكرة، ممتاز أبو عشرين في إبعاد الخطورة عن مرمى نادي الهلال. كرة عدت إلى ركلة ركنية، إبعاد الكرة من قبل أبو عشرين لتسديد، ومن ثم عودة للكرة من قبل المدافع الحاضر جوني علي لحارس المرمى. كرة بالراس تعود إلى وسط الملعب. واسو تغيير اتجاه اللعب للناحية اليسرى من ملعب المباراة. تقدم للأمام في هذه الكرة من قبل كوكولو البديل. لمسة، محاولة تسديدة قوية وإلى ضربة مرمى، راحت بسلام وبأمان إلى خارج على ما يقدم من الناحية اليمنى الباك اليمين في تشكيلة نادي الهلال، اللي صراحة ما شاء الله تبارك الله على أطهر الطاهر. كرة عالية راسية خطيرة، أبعدها أبو عشرين في الكرة الماضية. ما عجب، لم يعجب الشيء فولرنت في اللقطة الماضية، ما عجب فولرنت لهذه الجماهير لهذا النادي ولدعم هذا النادي من خلال هذه البطولة الأفريقية. هذه الجماهير التي باتت طموحاتها كبيرة جدا حتى عنان السماء، لكن تقول لك خطوة خطوة، واحدة، لكن عدى محمد عبد الرحمن في اللعبة الماضية.
ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء يحتسب المغرب رضوان لنادي الهلال. الهلال بالمحاولات، الهلال من أجل رصاصة الرحمة، الهلال من أجل الضربة القاضية، الهلال من أجل الكرة الأخيرة، الهلال من أجل العزف على سيمفونية الانتصارات وسيمفونية الثلاث نقاط وسيمفونية صدارة هذه المجموعة. مانو سقط مانو في اللقطة الماضية وكسب ركلة الجزاء. ليوم دور الحبيبة يجب أن تكون حاضرة يا مكابي، فرحة ليوم دور الحبيبة يجب أن تكون موجودة 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 موجودة. لا طالما هذا الهلال موجود، الموج الأزرق يتقدم بثنائية، نعم من كل الأحياء ومن كل أجزاء بلادي. أرفع راسك فوق وقول أنا هلالي. الهلال يتقدم بالثنائية، الهلال يصنع هدف ثاني عن علامة الجزاء عن طريق المتألق النجم مكابي ليليبو اللي يسجل رابع أهدافه على مستوى البطولة الأفريقية يا مكابي، وضعها في زاوية للحارس جادين حارس المرمى التشادي. ولا كرة تصل مرة أخرى ثلاثية بأن تظهر ثلاثية وأن تكون ليلة جميلة كجمال الهلال بثلاث أهداف. ربما هذه خطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الهلال، يا سلام على محمد عبد الرحمن، ويا سلام على جمال الهلال من خلال هذا اليوم. شوف الكرة، شوف اللمسة، شوف التمريرة اللي كانت موجودة في اللقطة الماضية، مرور مهاري فنان موهات. انتصار اليوم يجعل لنا من الحظ هو الفوز، انتصار اليوم يجعلنا في الصدارة بتسديدة كانت حاضرة. إبعاد للكرة الماضية. 0-0 يا رضوان، 0-0 يا رضوان، 0-0 والهلال إلى صدارة هذه المجموعة. يتنافس الرجاء ومنافسه حورية الغيني في المجموعة الثالثة، وكان الفريقين قد التقيا في الجولة الثالثة الماضية في المغرب، وقد انتهت تلك المواجهة بانتصار المستضيف بهدفين نظيفين. وكان الرجاء قد استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في جولته الثلاثة الأولى، حيث حقق الفوز المتتالي على فرق المجموعة حورية وسيمبا وفايبرز، ليتربع الرجاء البيضاوي على صدارة ترتيب المجموعة ب9 نقاط، بينما يأتي صاحب الأرض في المواجهة التالية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وتنطلق مباراة الرجاء وحورية اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 على 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة